انا عارف ان معظمنا عنده قولون العصبي وتشنجات كهرباء في بطنه بقوه 220 فولت مخليه بطنه عامله كركبه، ولا كأن كوكب الارض كلها بتدور جوه بطنه. وده بالمناسبه اللي انا كمان بعاني منه، واللي مخلي اكلي قليل رغم ان انا تخصص اكل زي ما انتم عارفين، لكن بسبب ان جهاز الهضم فيه مشاكل كتير زي القولون العصبي، وفوق منهم كمان لما كنت 156 كيلو وبقيت بالوزن اللي قدامكم. وجسمانيا مع القولون العصبي كان بيخليني حتى مش طايق نفسي. بس تعرف ان بشويه عسل من نوع معين تنتظم عليه يريح مصارين بطنك اللي بتتعارك دايما. قلت مش هاخد لقمه تاني غير لما اشمر لها. والعسل هو عسل القتل اللي من افضل انواع الاعسال اللي ممكن يساعدك في راحه جهازك الهضمي وعن تجربه. وبما انه عن تجربه تاني رحت مشمر لها تاني وواخد اللقمه اللي بعدها قلت ما بدهاش. وبالمناسبه عندهم عسل خلطه المناعه، ودي من اسمها باين مفعولها، بتعزز المناعه خصوصا للناس اللي اجسامها ضعيفه ومناعتها ضعيفه وعندهم قابليه للتعب من اقل لفحه هواء او متغيرات في الجو. وبشكل عام يغنيك عن بعض انواع الفيتامين اللي هتعوضها بشكل طبيعي في الخلطه دي، معلقه منها كل يوم صبح وليل او تغميسه فطار وعشاء عشان تكسر مرارتها وبالشفاء على صحتك. اما عن عسل اليانسون او عسل ازهار اليانسون، وده مفيد للمدخنين والغير المدخنين. سالتني ليه؟ قلت لي ليه؟ هقول لك ليه. اولا طارد للبلغم، مهدئ للسعال، مفيد للجهاز التنفسي بشكل عام، ده غير بحه صوتك اللي بتروح من الزعيق في عيالك اللي مش مستاهلين منك غير شويه هدوء وحنيه بافعال. فخد لك شويه عسل صبح وليل يهدي البحه ويهدي اعصابك. ولان طبار بتهتم بتقديم منتجات بجوده عاليه بدون اي سكريات مضافه، وكل المواد المستخدمه في خلطات العسل مواد طبيعيه 100% وبتصاريح غذائيه محليه وتصدير دولي، وده لانها بتصدر منتجاتها، وده في حد ذاته فخر للصناعه المصريه. فعشان كده انا من الناس اللي برشحها. ده غير انه تقريبا اسهل مكان تجيب منه عسل، سواء اونلاين من صفحاتهم الرسميه او حتى موقعهم الرسمي او حتى الهايبر والسوبر ماركت، وكمان معظم تطبيقات التوصيل اونلاين. وبالمناسبه عندهم برضو زيت زيتون وزيت جوز هند وشاي وقهوه ومكسرات طبار، واللي سبق اتكلمت عن كتير من منتجاتهم في فيديو سابق لينا قبل كده، لكن باكد على اللي متاكد عليه. تقريبا الكيف والمزاج كله كامل متكامل هتلاقيه في طبار مره. جرب وانت مطمن مش هتخسر.